امتى بيتم اعتبار المفقود ميت وامواله تبقى تركة وزوجته تبقى ارملة؟ ويا ترى الارملة دي لو تزوجت بعد اعتباره ميت وبعد الزواج ده ظهر ان هو حي، هل زواجها ده هيبقى صحيح وقائم، ولا الزواج الاول بالمفقود هو اللي هيكون قائم؟ تعال نشوف رأي قانون الاحوال الشخصية المصري. المفقود هو الشخص الغايب اللي ما نعرفش ان هو حي ولا ميت. وقانون الاحوال الشخصيه قال ان في 3 حالات بيعتبر فيهم المفقود ميت. اول حاله اذا كان راكب طياره والطياره دي وقعت، او كان على سفينه والسفينه غرقت. هنا رئيس مجلس الوزراء مختص باصدار قرار باعتبار ان المفقود ميت، وده بعد 15 يوم على الاقل من تاريخ فقده. اما اذا كان المفقود من افراد القوات المسلحه وفقد اثناء العمليات الحربيه، فهنا وزير الدفاع هو اللي بيصدر قرار باعتبار ان المفقود ميت، وده بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ فقده. أما في أي حالة فقد غير اللي احنا قلناها دي، فهنا المحكمة هي المختصة بإصدار حكم باعتبار أن المفقود ميت، وده بعد مرور 4 سنين على الأقل من تاريخ فقده. ومن تاريخ نشر قرار الوزير باعتبار أن المفقود ميت أو صدور حكم المحكمة، بتعتبر أملاك المفقود تركة وبتقسم ما بين الورثة، وزوجته تعتبر أرملة وتبتدي تعتد عدة وفاة. طيب إذا تزوجت الأرملة دي وبعد ما تزوجت ظهر إن المفقود ده حي، هل الزواج ده هيكون قائم وصحيح، ولا زواجها الأول اللي هيكون صحيح، زواجها مع المفقود؟ هنا قانون الأحوال الشخصية قال إن الزوج الجديد ده لو لم يكن يعلم بحياة المفقود وقت الزواج، وكان دخل بالزوجة والزوجة اعتدت عدة وفاة، فهنا الزواج الجديد ده بيبقى صحيح وقائم. أما غير كده فالعلاقة الزوجية مع المفقود هي اللي بتكون صحيحة. وده كان رأي قانون الأحوال الشخصية. لو عندك لسه أي سؤال اكتب لي في الكومنت هرد عليك، ولو عجبك الفيديو واستفدت اعمل لايك عشان تدعمني، وسلام.